السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي. كما العادة نزولا عند رغبة العديد من المتابعين والمتابعات، كيطلبوني على أنهم بغاو شي مشروب اللي كيحيد لهم الكرش وداك الانتفاخ اللي كيكون في الكرش وداك الدهون اللي كيكونوا في الكرش. المهم عندي واحد الوصفة رائعة ولكن خاص المواظبة عليها. تبارك الله تقدري تنقصي من 6 كيلو، يعني حتى ل 7 كيلو كاع في 7 ايام، يعني تقدري كل نهار تنقصي 1 الكيلو. مكونات بسيطه جدا وعندك في المنزل. يعني غادي نحتاجو هنايا غير واحد الحامضه، سمحوا لي راه ضربني البرد الصوت شي شويه مبحبح. المهم غادي نحتاجو لواحد الحامضه، وكتعرفوا الحامض فهو كيحرق ديك الدهون المتراكمه اللي كتكون عندنا في البطن، يعني كتكون على شكل طبقات. كنشدوا واحد الحامضه كنقطعوها، كنغسلوها هي الاولى، كنقطعوها شرائح هكا بالقشور ديالها، يعني بدون ما تحيدوا لها القشور ديالها، تقطعوها شرائح صغيره. هاد الوصفه راه رائعه، جربوها وغادي تشكروني عليها وترحموا لي الوالدين. غادي ناخذ معها كذلك زنجبيل. كتعرفوا الزنجبيل يكون طري، وكتعرفوا حتى هو الزنجبيل راه تبارك الله من الاشياء اللي حتى هي كتحرق تفتت، يعني كتقوم بالتفتيت ديال هذوك لا غريس اللي كتكون عندنا، الشحمه اللي كتكون عندنا في البطن ديالنا او في مناطق اخرى، ماشي بالضروري غير البطن. لهذا كنقطعوها شرائح وكنجمعوا المكونات بجوج في واحد الاناء، اللي غنديروا عليهم واحد الكاس او جوج الكيسان ديال الماء. ومن طبيعه الحال غادي نزيدوا عليهم معلقه كبيره ديال الكونكوم. راكم كتعرفوا تبارك الله الكركم ما شاء الله حتى هو كيساعد على حرق الدهون. وكنزيدوا واحد جوج ديال لي مورسو، جوج ديال العودان ديال القرفه، ونضيفوا عليهم واحد جوج كيسان ديال الماء على حسب شحال درتي المقادير. يعني تقدري جوج الكيسان، 3 الكيسان، شوفوا نتوما شحال بغيتو ديروا. كاين اللي كيبغي يصاوب المشروب ديالو ديال مده اسبوع، يعني راه يمكن لكم تحتفظوا به حتى الاسبوع، ومن بعد تعاودوا توجدوا واحد اخر. كتخليهم يتبخوا، يعني كتبخيهم في واحد نار اللي هي هادئه، وحتى كتشوفيهم صافي راه طاب، ويعني كيولي الخليط على هذا الشكل، وكتولي كاع هذوك المكونات تجانسوا مع بعضهم وعطاونا واحد المشروب اللي هو سحري تبارك الله ما شاء الله. تقدري تحتفظي به في الثلاجه، يعني غادي تصفيه وتحتفظي به في الثلاجه، كيبقى حتى لمده 7 ايام. والكونكم راكم كتعرفوا الخرقوم البلدي كما كنقولوا، فهو حتى هو ماشي غير فقط يشتت هذاك يعني الدهون، فهو كذلك كيصفي البطن، يعني وكينقص من ديك الانتفاخات اللي كتكون فيها. وحتى النساء مزيانه لهم الوالده ديالهم، مزيانه لي غاقل، مزيانه بزاف د الحوايج اللي غتنفعهم. جربوه وما غاديش تندموا عليه، وغادي ترجعوا وغادي تعطيوني النتيجه في التعليق ان شاء الله من بعد ما تجربوه. 7 ايام كتعطيك النتيجه ما شاء الله. كديروا في واحد القرعه اللي هي جوج ديال الدجاج، ومن بعد كتحتفظوا به في الثلاجه. من الافضل يعني في واحد المكان بارد، ولكن فين تبغي تشربيه يعني كديري واحد الكاس وكتشربيه وهو دافي واحد شويه. المهم كما قلت لكم يمكن لكم تحضروا المشروب ديال مده اسبوع. وكل نهار كتاخدي واحد الكاس بحال هذا الشكل، يعني كل نهار. ومن المستحسن يكون على الريق، كل يوم في الصباح بكري. وما نكرهش انكم تمشاو من موراه، فين تاخدوه تمشاو من موراه. اللي كيجيها ما كتقدرش تشربوه هكاك، تقدر تزيد عليه واحد المعلقه ديال العسل. هي حبذا لو ما ديرهاش، ولكن الا ما قدرتش تشربوا هكاك تقدر تزيد فيه معلقه ديال العسل، يعني ماشي مشكل. وعسل يكون عسل حر ماشي عسل ديال السكر. وغادي تلاحظوا الفرق في 3 ايام. 3 ايام غتبان لكم النتيجه، غتبقاو تحسوا بالبطن ديالكم، يعني داك الانتفاخ اللي كان فيه شويه كينقاص. وهكا غادي يخليك تشجعي انك تكملي مده اسبوع. ودائما كننصحكم انكم فين ديروا هذا المشروب وتشربوه في الصباح على الريق، تخرجوا واخا ديروا غير
30 دقيقه ديال لا مارش، ماشي اوبليجي تجري. حتى الا ما كانش عندك الوقت تخرجي، تقدري غير في الدار ديالك ديري لا كورد الحبل، يعني تبقاي تنقزي بالحبل غير في الدار ديالك، في القلب ديال الدار ديالك ديري الحبل من مورا فين تشربي هذا المشروب. وفين تسالي 7 ايام ردي عليا بواحد التعليق اللي انا اكيده انك غترحمي لي الوالدين عليه ملي غادي تشوفي ان شاء الله النتيجه اللي غادي يعطيك هذا المشروب السحري. اليوم غادي نقدم لكم جوج ديال المشروب، يعني اللي قدرات دير هذا عندها المكونات دير هذا، واللي ما قدراتش تقدر دير مشروب اخر يعني بمكونات اخرين. ولكن هذا المشروب راه رائع البنات، انا مجرباه، كان عندي الانتفاخ ديال البطن ملي كناخذو ما شاء الله الكرش ديالي بكل صراحه يعني نقولوا كتفش كما كنقولوا كتنقص من داك الانتفاخ. هذا راه ماشي فقط الدهون، راه حتى داك الانتفاخات اللي كيكونوا عندنا في البطن يعني راه تستعملوه غادي ينفعكم بزاف. غادي ندوزو كذلك المنتو الوصفه الثانيه اللي حتى هي وصفه رائعه ما شاء الله، واللي انا اكيده انكم حتى هي غتشكروني عليها. تقدروا تستعملوهم بجوجهم يعني في نفس الاسبوع ماشي مشكل، يعني تقدري تستعملي هذاك يوم ويوم ديري الاخر، يعني ماشي مشكل انك تستعمليهم بجوجهم. مرحبا بكم جميعا الاخوان. اللي ما دايرش الاشتراك في القناه يحاول يدير الاشتراك باش يبقى، ويدير الجرس باش يبقاو يطلعوا عنده كاع الفيديوهات اللي كنديروا. هنا غادي تمشوا تجيبوا لي واحد البنانه، يعني واحد البنانه غتقشري هذيك البنانه، غتقشري هاد البنانه وغادي تقطعيها لواحد الشرائح اللي هي صغيره، يعني القشره ديالها غادي تقطعيها واحد الشرائح اللي هي صغيره على هاد الحجم. هانتوما كتشوفوها قشور الموز راكم كتعرفوهم تبارك الله، حتى هما كيذوبوا هذيك الشحمه اللي كتكون متراكمه في البطن. وغادي نحتاجوا معها كذلك الواحد الحامضه، يعني غادي تقسموها على جوج، ومن بعد غادي نجيبوا واحد الاناء، واحد جبانيه اللي نقدروا نعصروها على هذه الطريقه. هانتوما كتشوفوا كنستخرجوا منها واحد العصير اللي هو ديال الليمون. مرحبا بالاخوان الجدد عندنا في القناه، ما تنساوش الاشتراك وما تنساوش الضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ودائما الوصفات الرائعه اللي كتستافدوا منها وتقدروا تفيدوا منها العائله ديالكم. من بعد غادي نشدوا هذيك الحامضه اللي بقات لنا اللي عصرنا، غادي باش ما نضيعوهاش غادي نقطعوها حتى هي على شرائح. وكتعرفوا نتوما الحامض راه كيسرع من حرق الدهون اللي كتكون متراكمه في البطن. هنا شدينا القشور ديال الموز حطيناهم في واحد الاناء، ومن طبيعه الحال غادي نزيدوا نوضعوا عليهم دوك الشرائح اللي قطعنا ديال الليمون ديال الحامض. ومن بعد ان شاء الله غادي نزيدوا عليهم نيسكافي، يعني اي قهوه عندك كتكون سريعه الذوبان. ويا ريت لو كانت عندك القهوه الخضراء، يعني القهوه الخضراء فهي رائعه كتساعد بزاف على حرق الدهون. من بعد كنزيدوا واحد الكوب حتى لجوج ديال الاكواب ديال الماء، وكنخليهم تقريبا كيغليو واحد مده 5 دقائق حتى 10 دقائق، يعني على حسب الكميه شحال كديروا فيها. الا درتو بزاف راه كتخليوه حتى 10 دقائق، درتو قليل راه كديروها غير 5 دقائق، نتوما عينكم ميزانكم. ومن بعد كتصفيو هذاك المشروب. هانتوما شفتوا كيفاش كنديروا له، كتصفيوه. وهذا هو المشروب السحري ديالنا. من بعد كنشدوا دوك الشرائح ديال الموز، ديك الموزه اللي بقات كنقطعوها على هذا الشكل هانتوما كتشوفوا، وكنشدوا معها كذلك واحد التفاحه حتى هي كنحاولوا ان نقشروها، يعني ننظفوها مزيان قبل، ومن بعد كنقشروها
كتعرفوا ان التفاح تبارك الله كيسد، يعني ما كيخلي لك الشهيه مفتوحه، كيسد لك ديك الشهيه للمده الطويله ما شاء الله. ومن بعد كنقطعوهم شرائح على هاد على هاد يعني التقطع اللي قطعت بحال هذا الشكل، يعني يكون صغير ما يكونوش كبير. سمحوا لي راني مريضه وكنسجل لكم هذا الفيديو، ما بغيتش نخليكم اليوم بلا فيديو هكاك، علاش كنحاول ندير اللي في المستطاع. المهم كنضيفوا عليها هذيك الحامض، كنحطوا دوك الشرائح اللي درنا ديال التفاح، كنزيدوا عليهم داك الحامض اللي عصرنا، ومن بعد كنزيدوا عليهم هذاك المشروب اللي درنا، وكنطحنوا كل شيء يعني المكونات في بلاصه. هانتوما كتشوفوا كنطحنوا المكونات كلهم في بلاصه حتى صافي كيطحنوا مزيان، وكيكونوا المكونات يعني تجانسوا بعضياتهم. ومن بعد كنديروا كوب يعني ديال هذا المشروب كل نهار قبل النوم. هذا ما غاديش نديروه بالنهار هكاك، علاش قلت لكم يعني تقدروا تستعملوه ديروا نهار هذا ونهار هذاك، ولا تقدروا تستعملوا واحد في الصباح وواحد في العشيه، يعني على حسب كل وحده والوقت ديالها، لانه هذا كيحرق لك الدهون فين كتكوني يعني ناعسه. لهذا تبقاو تاخذوا كاس بالليل، والمشروب الاخر تاخذوه كاس في النهار. اخوات فضلا وليس امرا، كنتمنى انكم تدعموا القناه، وكنتمنى انكم تشتركوا في القناه اللي ما مشتركاش. ومرحبا بكم، وشكرا للحضور ديالكم معنا طيله هذا الفيديو، وكنتمنى انه نكونوا عند حسن الظن ديالكم بالوصفات اللي كنقدموا لكم، وما عليكم الا التجربه ديالها والاستمرار فيها من طبيعه الحال، لان اي حاجه ما يمكنش تستعمليها غير نهار وتعطيك النتيجه. ولكن هاد المشروبات بجوج سحريين، فمن 3 ايام غادي تبان لك النتيجه، انا اكيده 100%. ووفقنا وإياكم الله. ما تنسوناش لي لايك والبارطاج الى عجبكم الفيديو.